الناس بتشوفني على الميديا ان انا صاحبه سكاكين، لكن انا في الحقيقه قله بقى مش هتكسف. مش معقوله السكين روتين بتاعي. بصي الجمال والاسماس. بص ازيكم يا زغيلي قلبي، من وحشني والله العظيم يا بنت، وحشني. مش عارفه مال وشي متنفخ. المهم ستوري تايم واحنا بنشيل ميك اب مع بعض، واحكي برضو تاني عن الغلب وما اعرفش الارياف مالها ومالي. شلت الرموش فحاسه ان انا صلعاه، بس جس وات سوري. بص يا ماما، بصي بس الميك اب ده من الظهر، انا دلوقتي قاعده الفجر. بس البودر بصي لمبتين ليد تحت عينيا، يا ريتني بتقدر. لكيت تاني مره مع الارياف، ما اعرفش فيه ايه. رايحه اذبح في العيد. احنا بنذبح في منطقه ارياف شويه، علشان امي لا الخروف برقي، لان الضاني زفر، لكن البرقي ما بيبقاش مزفر، لا المرعه بتاعته حلوه. رايحه اليوم ده وكان معايا صاحبتي، فقاعدين في العربيه مستنيين، فالراجل جه قال ايه يلا بينا ننزلوا عشان ايه، يلا الحاجه جهزت وكده. فانا لقيت يا اختي شويه نسوان قاعده هناك، شويه نسوان وركزوا على كلمه نسوان. ايه هنزل هيتقطع عليا وهتبقى ليله، والواحد بقى بالبيبه هايم جنبه وتبني وفسه وكرشه وليله خلاص ودبان، والواحد مش طايق نفسه. قبل ما اكمل بس يا جماعه، السكرابر ده مش قادره استغنى عنه حقيقي. السكرابر بتاع ترنديفا ده والكلينزر احلى عرض لحقته في حياتي. مهون عليا الستوري تايم حته من السكرابر. قام الراجل قال لي طب يلا يا استاذه روان خلاص خلصنا وكده جاهزين. رحت نازله ورايحه، فلقيت ايه، قطعوا عليا. فانا رحت جايه بايبايلها وبعت لها بوسه ومش عارفه ايه وكده، علشان خاطر يعني انا داخله دلوقتي ما فيش بقى وقت من فاهماني، وبوسه وكل سنه وانتم طيبين وبتاع، فاهمه بقى ايه، الهام شاهين ماشيه. لقيتها جايه لي جاك الموت يا تارك الصلاه، الجلخ اللي طالع. بصوا السواد. بصوا من جايه لقيت لي ايه، حماتي عايزه تسلم عليكي، وهما شله نسوان قاعده مع بعض. فانا بتحرج جدا برضو، معرفش مشكلتي، الناس بتشوفني على الميديا ان انا صاحبه سكاكين، لكن انا في الحقيقه قله بقى مش هتكسف. يمكن الناس هي اللي تتكسف. راحت صاحبتي قالت لها طب بصي عشان احنا داخلين دلوقتي، هي داخله تذبح ومش عارفه ايه وكده، فمعلش. راحت قالت لها حماتي عايزه تشوفها. رحت انا منع للاحراج، قلت لها طب حاضر. رحت رايحه، قلت له معلش ثانيه بعد اذنك، ورحت رايحه مسلمه على حماتي. بصوا بجد بصوا شايفين وشي بيض ازاي، خطير. قمت رايحه مسلمه على الولايه الكبيره. برضو مشكلتي مع الستات الكبيره، نفسي اعرف الستات الكبيره بقت خايبه ليه وناقصه. وانا بسلم على الست الكبيره، فطبعا واحده تانية قاعده جنبها راحت قالت لي ايه، حماتي بتقول لي ما تدوهاش اكبر من حجمها وقيمتها عشان تشوفش نفسها عليكم. ايه يا وليه ده بالكلينزر، نستخدم الكلينزر حال البياض والقشطه. احلى حاجه في الكلينزر ده اللي هي نقطه بس، يعني كتير قوي اصلا كل ده. يعني انا تنحت شويه كده بصيت لها، فقلت لا هو انا مش محتاجه، انا عارفه قيمتي كويس وعارفه انا ايه. ما هو انا مش طبيعي الناس مفكره ان الاتيتيود بتاعي على الميديا ان ده انا، يعني انا هنزل على الناس اكلمها لا ايه يا اختي وليا امي، في حد بيتكلم كده في الطبيعي. يعني انا حتى لما ببقى بتكلم على الميديا كده بتكلم بناء على موقف معين، على رد فعل، على كومنت معين. فمش متخيله لما اجي اقول مثلا يا مصرم، فما توقعش ان الصرم بقى قد كده. بجد انا مش متخيله البكاسه او البجاحه اللي بقت في الناس. يعني الواحد كان مثلا بيقول صرم ومش عارفه ايه وغيظ، مصطلح صرم ده طالع ليه؟ تقطعي ان في حاجات بتعبر عن ان هي متغاظه منك او غيرانه منك بس مش واضح، لكن الصرم دلوقتي بقى واضح، بقى بتقول لك انا بصرم، انا بكح، انا بقول لك اهو وعلى القشطه اوعى القشطه. مش معقوله في ايه الجمال ده، قله ذوق يعني غير مبرره وغير منطقيه. وبعدين مثلا ايه، يعني انت ما شفتيش مثلا بصيت لي من بعيد كده مثلا درست مش عارفه ايه وحبايه تحت ضرسها، لا إيه ده، هي جت بحبك وبنموت فيكي وبوس واحضان. هو ده بقى لقم اللي بيقولوا عليه عشان الناس ما تزعلش مني، بس هو ده اللقم بقى ان انا اجيبك بقى حبيبتي وبتاع، هو مدستلك السم في العسل كده. طب انتظروني الفتره الجايه وحياه امي بقى شكلي بقى هطبق الزغلوله على واقع ومواقع، عشان انا الزغلوله مشغلاها مواقع بس ما شغلتهاش واقع، وعماله اقول يا بنت تبقي ذوق، سيبوا شريكي متكبره ومغروره، يا بنت تربيتك يا بنت. لكن الظاهر بقى المجتمع ده عاوز الشيبس يتفوق كلينزر والسكرابر ده خطير جدا. ايه ده قشطه، ايه الجمال ده.